عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. بيبدأ فيلم الليلة مع شاب وسيم جدا اسمه فينوس، وكان واقف بالعربية مستني مرات ابوه الجديدة اللي اسمها ليفن عشان يرجعها البيت بعد ما تخلص شغل. وكان والده قبل ما يسافر طلب منه ان يخلي باله منها ويراعيها وكمان يهتم بيها ويعمل لها اللي هي عاوزاه لحد ما يرجع هو من السفر. ولما ركبت العربية طلبت منه انه يولع لها سجارة. وبنعرف ان والد فينوس راجل اعمال ودايما مسافر، لكن وقتها بنشوف فينوس حزين جدا بسبب مشكلة حصلت بينه وبين حبيبته، لكن بيحاول يمسك نفسه عشان ما يظهرش ضعفه وحزنه قدام مرات ابوه. لكن مرات ابوه ليفن بتحس بيه وعشان كده اتكلمت معاه وطلبت منه ما يفكرش فيها مرة تانية لأنها خانته وما تستاهلش حبه ليها، ونصحته إنه ما يكلمهاش مرة تانية ولا يتصل بيها ولا يقرب منها. وطلبت من فينوس إنه يوعدها بكده، وفعلا فينوس بيوعدها إن هيبعد عنها وينساها. بعد كده هما الاتنين بياخدوا العربية ويرجعوا البيت ويشربوا مع بعض. ساعتها فينوس بيطلب من ليفن إنها تخفف الشرب شوية لأنه خطر عليها، وفعلا فينوس كان بيحافظ عليها زي ما والده قال له. راحت ليفن قالت له سيبني على راحتي وأنا مش صغيرة عشان تعمل معايا كده. وفينوس بيتكلم معاها ويعرفها إن والده بيحبها جدا وعاوز يسعدك بأي طريقة. راحت قالت له والدك مش بيحب حد، اهم حاجه عندي الفلوس. وقالت له والدك على طول سايبني ومسافر وانا اتعودت على الوحده، وعمري وشبابي واجمل ايام حياتي ضاعوا مع والدك. راح فينوس قال لها لما انت عارفه كده ليه اتجوزتيه؟ قالت له هتكلم معاك بصراحه، زواجي من ابوك مصلحه وعشان خاطر الفلوس. بعد كده قالت له انا من اسره فقيره ووالدك حبني، لكن انا كنت بحب واحد تاني وكنا خلاص هنتجوز، لكن والدك عرض على اسرتي فلوس كتيره جدا في مقابل ان الجوازه دي تفشل واني ما اتجوزش حبيبي واتجوزه هو. وساعتها اهلي لما عرضوا عليا الموضوع رفضت جدا اني اسيب حبيبي واتجوزه، لكن ضغوط اهلي عليا كانت اقوى مني، خلوني اسيب الانسان اللي بحبه واتجوز والدك. كل ده بسبب الفلوس والثروه والمال اللي عنده، لكن عمر وشبابي ضاعوا معاه، ومن الاخر انا عايشه معاه كده وبس، حياه عاديه وروتينيه زي اي اتنين مش بيحبوا بعض وعايشين هما الاتنين في بيت واحد. بعد كده ليفن بتطلب منه ان الكلام ده يكون سر ما بيننا ومحدش يعرفه غيره ولا حتى والده، وفي ناس بيقول لها حاضر. وفي اخر اليوم بيطلعوا هما الاتنين يتكلموا في الحديقه الموجوده في البيت وولعوا هما الاتنين سجاير، والدنيا كانت معاهم ايزي خالص. لكن وقتها بنلاحظ ان ليفن معجبه جدا بفينوس وبدات تهتم بيه. بعد كده بتقول له والدك اتصل بيا وهيغيب على البيت اسبوع كامل واحنا لازم نعيش حياتنا انا وانت، نخرج مع بعض ونتفسح ونشرب عشان تنسى مشاكلك وانا انسى مشاكلي. راح قال لها مشاكل اللي عندك؟ انت عندك كل حاجه. قالت له الفلوس والمال والثروه مش كل حاجه، اهم حاجه راحه البال. بعد كده فينوس طلب منها انه يروح حديقه الملاهي، وفعلا هما الاثنين بيتفقوا، لكن ليفن شرزت عليه قالت له انت معايا ما تفكرش في حبيبتك ولا تجيب سيرتها قدامي، وبتقول له انا هعوضك عنها ومش هخليك تفكر فيها مره تانية. وقتها فينوس ما فهمش كلامها وكان قصدها ايه عشان ست كبيره عنه وتفكيرها اذكى منه. وساعتها بنعرف ان ليفن بدات تطمح فيه، لكن واحده واحده عشان توصل لغرضها وتعوض حرمانها معاه وعمرها اللي راح. وبالليل هما الاتنين بيتعشوا مع بعض، وليفن بدات تبص له من تحت لتحت والشيطان بدا يلعب في دماغها، لكن بتمسك نفسها في اخر لحظه. بعد كده عرفت انه بيفكر في حبيبته وكانت غيرانه جدا عليه، وعشان كده ترجته انه ما يفكرش فيها مره تانية. راح فينوس قال لها انا خلاص نسيتها ومش بفكر فيها، لكن فجاه بيبكي وينهار قدامها ويقول لها انا عاوز اعرف هي خانتني ليه. راحت اتعصبت عليه وقالت له انا معاك ومش هخليك تفكر فيها مره تانية، بس انت ما تسيبش نفسك كده. تاني يوم الصبح بتروح عنده وتصحيه من النوم. بعد كده بيروح مع بعض حديقه الملاهي وعاشوا حياتهم وقضوا اجمل وقت مع بعض. ساعتها ليفن كانت بتعامله زي حبيبها وما كانتش خايفه من كلام الناس عليها عشان كبيره عنه في السن. تاني يوم بيطلعوا البحر وينزلوا الميه، ومرات ابوه كانت مهتميه بيه جدا، وفي ناس كان عندها كل حاجه وكانت غيرانه عليه من اي حد بيتكلم معاه. بعد كده بيقول لها والدي مش بيتصل بيا ولا بيسال عليا، وقال لها مش عارف والدي بيعاملني ليه كده وبالرغم اني بحبه جدا. راحت قالت له اهم حاجه عند والدك الفلوس والمال، وقالت له يا ريت ما تجيبش سيره والدك، خلينا مع بعض عايشين حياتنا. بعد كده بتعرفوا ان والده اتصل بيها عشان يطمن عليها، وانا قلت له ما تخافش ابنك موجود معايا وبيسمع كلامي في كل حاجه، ولو في اي حاجه حصلت هرن عليه واعرفك بيها. وبالليل هما الاثنين بيتكلموا مع بعض في حاجات خاصه. ساعتها ليفن قالت له والدك مش عاطيني حقوقي ولا مهتم بيا من فتره، وعلى طول بيهرب مني ومش بيعاملني كواحده ست لها مشاعر واحاسيس ومحتاجه راجل يكون جنبها يهتم باحساسها ومشاعرها، وانا محرومه من الحاجات ديت ومش عارفه اتصرف ازاي. ساعتها في ناس بيستغرب من جرأتها في الكلام. بعد كده بيعرفها ان عنده مشوار الصبح خاص بالشغل بتاع والده ومش هيغيب عليها، وطلب منها انها تخلي بالها من نفسها وما تروحش اي مكان لحد ما يرجع. وقتها ليفن فرحت جدا عشان خايف عليها، وفعلا تاني يوم بتسمع كلامه وتقعد في البيت وما راحتش اي مكان زي ما قال لها. بعد شويه حبيبه فينوس إيريس بتروح بيت والده عشان تسال عليه. وقتها قابلت مرات ابوه ليفن اللي كانت مخنوقه منها ومن وجودها وكمان استهزأت بيها، وقالت لها انت اللي بيحبك فينوس، انا اول مره اعرف ان ذوقه مش كويس وازاي هو حبك وانت مش قد كده، لازم حبيتيه عشان الفلوس اللي عند والده. بعد كده بتعرفها ان فينوس مش موجود وطلبت منها ان ما تجيش هنا مره تانية وتسيب
وتسيب فينص في حاله، وبتعرفها انها واحده خاينه وما تستاهلش حب ليها. راحت اريس قالت لها مستحيل اعمل كده، ومستحيل اخون حبيبي، ده هو سوء تفاهم حصل ما بيننا، وانت ليه كلامك جارح كده؟ وطلبت منها ان ما تتدخلش بينها وبين حبيبها. راحت ليفن قالت لها دوري على واحد غيره، انت مش مناسبه لفينص، وانا هجوزه بطريقتي واخليه ياخد واحده احسن منك 100 مره. وليفن بتعرفها انها سببت له جرح كبير وعمره فينص ما هينساه، وفينص من غيره حياته احسن، وانا ساعدته عشان ينساكي. ساعتها اريس بتزعل من كلامها وتسيب البيت وتمشي. وبالليل ليفن بتظبط نفسها واستنت فينص عشان يتعشوا مع بعض، وعملت له عشاء رومانسي جدا وهيئت له نفسها ولبست فستان اسود جميل. بعد كده فينص بيقول لها عملت ايه من غير النهارده ورحت فين؟ راحت قالت له حبيبتك اريس جت البيت وسالت عليك، وانا اتعصبت عليها وقلت لها ما تجيش هنا تاني، وكفايه الجرح اللي عملتيه، ويا ريت تسيبيه في حاله وتبعدي عنه لانه حياته اتدمرت بسببك. ساعتها فينص بيتعصب عليها جدا ويقول لها انت ليه عملت كده؟ ومين طلب منك تتدخلي في حياتي؟ وقال لها ليه ما اتصلتيش بيا اول ما جت وعرفتيني انها موجوده؟ ساعتها ليفن بتقول له انت بتكذب عليا ولسه بتحبها. راح قال لها دي حياتي الخاصه ومالكيش دعوه بيا. راحت قالت له انا عاوز اساعدك مع واحده تستهلك، وارس بنت مش كويسه. راح فينص قال لها انت ليه بتعملي كده معايا وعاوزه مني ايه؟ وبعد كده هددها انها تتدخل في حياته مره تانية. ساعتها ليفن بتتعصب من كلامه عشان عاوزه تبعد ارس عنه، وفينص يحبها هي، ومن عصبيتها راحت عنده واتخانقت معاه وفضلت تضرب فيه. وقتها فينص بدا يدافع عن نفسه، راح مسكها ودفعها على الطاوله اللي كانوا بياكلوا عليها، وقال لها انا عارف انت ليه عملت كده ودمرت حياتي، وانا فاهم كل كلامك معايا، وانا بحافظ عليك عشان خاطر والدي، لكن انت مش سايباني في حالي. بعد كده ليفن بتحاول تهديه وبتقول له انا بحبك وبغير عليك ومش عاوز اشوفك مع حد تاني. وساعتها ليفن بتضحك عليه بالكلام الحلو وخلته يعمل معاها شاي باللبن وتعوض حرمانها ومشاعرها معاه. وساعتها كانت حاسه انها اتولدت من جديد، وفعلا كانت سعيده جدا معاه وما كانتش مصدقه نفسها. لكن فجاه فينص بيحس بالذنب عشان خان والده وخان الامانه، وكان بيلوم نفسه جدا عشان دي مرات ابوه وما ينفعش يعمل معاها كده. وفعلا فينص سابها ومشي وفضل طول اليوم بره بيأنف في نفسه على اللي حصل عشان والده امنه عليها، وبيرجع اخر الليل وينام. لكن مرات ابوه ليفن بتحس بيه وتروح عنده وهو نايم. ساعتها اتكلمت معاه وقالت له انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك، ويا ريت ما تعذبنيش وتعمل فيا كده، وانا عملت كده عشان حب ليك. ونجحت ليفن انها تضحك عليه مره تانية بكلامها الجميل والرومانسي، وبنعرف ان كهن الحريم محدش يقدر عليه وان كيدهن عظيم. بعد كده قالت له هديك اللي انت عاوزه بس خليك معايا. وفعلا فينص بيضعف قدامها مره تانية ويعملوا هما الاتنين شاي باللبن مع بعض، وتعوض ليفن حرمانها وسنين عمرها مع شاب من دور ابنها. وساعتها كانت مندمجه معاه وهتطير من الفرحه. وقتها وهم بيعملوا شاي باللبن فينص افتكر والده وافتكر الامانه وتعصب عليها وفضل يصرخ فيها بصوت عالي. راحت ليفن قفلت بقه عشان ما يطلعهاش من اللحظه اللي هي فيها وتكمل معاه، وفعلا بتاخد اللي هي عاوزاه منه وتوصل لغرضها. وبعد ما خلصوا بتقول له يا ريت تخلي الموضوع سر ما بيننا وما تعرفش والدك باللي حصل. وقتها فينص كان هيتجنن ومش مصدق نفسه واللي عملته معاه مرات ابوه، عشان كده قرر ان يسيب البيت ويمشي لان مش هيقدر يواجه والده. ساعتها ليفن ترجته انه ما يسيبش البيت ويمشي لان من غيره حياتها هتتدمر، وبتعرفه انه بتكره والده جدا لان هو السبب في اللي حصل، لانه مش مهتم بيها ولا مراعيها ولا عطيها حقوقها. وتاني يوم الصبح فينص بياخد شنطته وفعلا يسيب البيت ويمشي عشان يبعد عنها، وكمان مش هيعرف والده باللي حصل لان عارف والده بيحبها وبيعمل كل ده عشان خاطرها. وليفن لما شافته ماشي فضلت تبكي وتعيط عشان فعلا حبته من قلبها. وساعتها افتكرت عيلتها وفضلت تلوم فيهم عشان هم اللي عملوا فيها كده، واختاروا الفلوس والمال والثروه عن سعادتها، وحرموها من الانسان اللي كانت بتحبه ودمروا حياتها، عشان كده خانت جوزها. والفيلم ده علمنا حاجات كتير. اول حاجه الفلوس والمال مش كل حاجه. تاني حاجه الثقه والامانه راحت بين الاب وابنه. تالت حاجه الاسره المفروض ما تتدخلش في اختيار اولادهم لشريك حياتهم. رابع حاجه لو سبت نفسك للشيطان هيدمر حياتك انت واسرتك. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وسلام.